واش قلنا. عيد الأضحى سالة. عيد الأضحى سالة وبقات الشعب، الناس اللي تضرّرت، شي ناس عيّطات وفرحات، شي ناس بكات وتألمات، وشي ناس تسلّفات وتكرفصات. العيد الكبير تاع هاد العام فضح بلا كلشي عندنا في البلاد، كلشي طاسمسارت، كلشي شناق. ميمكنش نهضروا على الثمن تاع الخروف بوحدو هاد العام. الثمن تاع الخروف كان مبالغ فيه، ثمن الأعلاف اللي تيقولوا كان مبالغ فيه. ولكن الحاجة الغريبة هي الناس اللي تتبيع الفاخر وتتبيع الماس وتتبيع الشوايات. تصور أن الفاخر في المغرب وصل 20 درهم للكيلو، بعض البلايص 360 ريال، 18 15 20 درهم، المهم الأيام الأخرى 20 درهم. كلشي دار تيقول لك خليه يبيع، والناس بعض الناس طاقت بهاديك خليه يبيع ومشات ما باقيش شرات، قالت خلي حتى الأيامات الأخرى وتاع السوق نعاود نتبعو المؤثرين. المؤثرين كلهم داروا الفيديوهات، شراو الحواله وشراو حواله، شراو حواله غلاض وصحاح. وشكون اللي بقى تريط؟ بقى الشعب المواطن البسيط، ما شرا ما فرح. ومنين مشى بيشري لقى الأثمنة واصلة خيال العلمي. أنا خوكم واحد مغربي مهاجر، أنا تنعيش في التيار الإيطالية. كاين واحد الكتاب تنتعامل معاه هادي مدة تاع شي 7 سنوات تقريبا، 7 سنين 8 سنين تنتعامل معاه. ديما بيناتنا التليفون تنتواصل معاه قبل العيد بواحد الشهر، تنقول ليه خلي ليا 3. المهم داك الشيء تيمشي، واحد تاع الأم تاعي وواحد تاع الجدة ديالي وواحد تيمشي فين مكتوب ليه الله يمشي، إنه ماشي البلاصة هادي فين كل واحد تيبدا يفتخر اش تيدير. هذاك الشيء ديال الله أعلم به الله تعالى. ومالفت نهضر معاه السنين الأخرى، هي أنت الأول صافي تيصيفط ليا التصاور تاع الحوالات ندوزو لك الماء، بعد الخطرات تنصيفط ليه الفلوس كاملة، بعد الخطرات تنصيفط ليه العربون. المهم 3 الحوالة تتجيك 3 الحواله مزيانين من ديك الساعة، حتى هو تيقول حتى هو تابع لهاديك الجمعية اللي معروفة سميتها جمعية لانوك، يعني تيكونوا حواله مزيانين. هاد العام هذا تواصلت معاه قال لي صافي، المهم واحد السيمانة وعاود تواصل معايا. المهم فاش عاودت تواصلت معاه قال لي شي أثمنة اللي خيالية. ما عليناش، المهم فاش بديت تنهضر معاه قلت له: الثمن بزاف وسميتو. قال لي: شوف اخويا انت واخا كليان، ولكن راه الا ما بغيتيش راه كاين اللي بغا الحولي. قال لي: هادشي طاير. المهم ما علينا، ولينا رضخنا للامر الواقع انه ما بقاش بزاف. الوالده عندي مرا كبيره ما يمكنش تحرك، الام تاعها ما يمكنش تحرك، ما يمكنش تصيفط الفلوس باش يمشيو يقلبوهم ويبداو يدوروا في السواق. المهم تواصلنا معاه. المهم الحواله تقريبا واحد 24,000 درهم باش طاحوا عندنا 3 الحواله. 24,000 درهم باش طاحوا عندنا 3 الحواله. تصور أنه فاش قلتها للوالدة قالت لي: أمي ما كانش عليك تشري بلا ما نعيدو هاد العام، ولكن هادو الوالدين، الوالدين ما عندك ما دير. المهم 24,000 درهم زائد حسب ليا 600 درهم تاع الترونسبور باش يوصلهم لهم حتى للدار ملي تبقى واحد اليومين العيد. ماشي هذا المشكل تاعنا، حنا نقولوا حنا هنا عايشين، كاين عائلتنا في المغرب تنقدروا ندبروا شوية الفلوس ونصيفطوهم ونتعاونوا ونشريو حولي مرة في العام. راه كاينه ناس في المغرب تتخلص ب 2500 درهم و3000 درهم. تصور أن واحد السيد، واحد المواطن تيخدم، تصور الشهرية تاعته ما تشريش ليه خروف. حنا ما نهضروش على الكرا والموط، نهضروا على الشهرية تاعته ما تشريش ليه خروف. لذلك هاد العام هذا حتى المغاربة حتى هما فرطوا. حيت أنا في الأول كنت تصنت لهاديك الحملة، قلت خلي إلا بانوا ليا المغاربة ما شراوش غادي نصيفط للوالدة الفلوس وهي ديك الساعة دبر راسها لا بغات تشري. ولكن ملي بقيت نتواصل مع الأصدقاء كلشي تيقول لي: أنا راه عربنت، أنا راه شديت، أنا راه شريت، أنا راه سميتو. كاين الناس اللي شرات بكري شهر قبل، شهرين قبل، كاين الناس اللي شرات في رمضان. المهم ماشي هذا هو ال الموضوع. الموضوع ديالنا حنا اللي بغينا نفهمو هو كيفاش الحكومة فشلات في التنظيم تاع هاد عيد الأضحى. الحكومة تاعتنا فشلات فاش؟ أول حاجة ملي تيخرج الناطق الرسمي باسم الحكومة تيقول لك وجدنا كاع الظروف باش دوز عيد الأضحى يدوز في ظروف مناسبة والشعب يعيد مرتاح. كانت السقطة الثانية تاع السيد وزير الفلاحة، إنه حنا واخا متغربين ولكن تنقراو أخبار بلادنا ومتبعين أخبار بلادنا، إنه في الآخر غادي نرجعوا لبلادنا. الوزير تاع الفلاحة قال لهم 1000 درهم كاين الخروف،
ومن بعد عاود تدارك وقال 2000 درهم، 2500 درهم. الناس فاش تمشي للسواق تصور هاد العام المعزي كان واصل 40,000 50,000. حنا تنشوفوا الفيديوهات تاع الدراري اللي تيديروا في اليوتيوب تاع المؤثرين وسميتو. أنت كيفاش؟ أنا ما عنديش وهذه سنة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الناس دوزات ميساج قال لك خليه يبيع، حنا ما بغيناش نشريو بدوك الأثمنة. وفي الآخر الناس ولات تتخاطف. تصور شفت واحد الفيديو البارح تاع واحد المؤثر سميتو واحد مغربي سميتو مول الشفنجة. تصور مشى لواحد السوق، بقاو مشيشات صغيورين تيقول له 5000 6000 درهم. فلا يُعقل، لا يُعقل. إذا عيد الأضحى هذا العام أنا تنعتبره واخا حنا ما عيدناش باش ما نكذبوش على الله، أنا اختيار إيطاليا ما عيدتش، إنه موسم العمل وأنا البلاصة فين كاين بلاصة سياحية تتجي هاد الوقيتة تتخدم تتولي خدام 2 مرات 2 خدمات، تتسالي من هنا وتتمشي دير إكسترا في بلاصة أخرى. المهم باش توقف على رجليك راه كاع الإخوة اللي مهاجرين عارفين هاد الشي، يعني تعثر علينا أننا نعيدو. ولكن أقسم لكم بالله لا تنحس بالناس مغبونين. أكفس عيد أضحى داز في المغرب هو هاد العام. ديك العام ما عيدناش كلشي كان ناشط. هاد العام أكفس عيد الأضحى داز في تاريخ المغرب ولا في التاريخ اللي عقلت أنا اللي في العمر تاعي 40 سنة. أكفس عيد أضحى دوزوه المغاربة هو هاد العام. علاش؟ الله أعلم. علاش؟ واش البلاد الشناقة هما اللي شاتينها؟ واش البلاد الحكومة ما كانتش عارفة اش تيوقع؟ نتوما شفتوا رئيس الحكومة قال لك كاين 40 مليون راس. ما في الحقيقة الإخوان هذا أكفس عيد أضحى دوزناه في المغرب في التاريخ. وغادي يبقى واحد النقطة سوداء في تاريخ هاد الحكومة هادي، سوا كملات سوا مشات. تتبقى النقطة المهمة اللي بغينا نقولوا باش نصلحوا بلادنا هو الانتخابات جايين الإخوان. الانتخابات جايين، ما نعاودوش نديروا الأخطاء اللي درنا في المرة اللي فاتت وما نمشيوش نصوتوا ونخليو القفة هي اللي تقرر شكون اللي يجي يحكمنا. حيت الانتخابات اللي فاتت النسبة تاع المدن ما صوتاتش بزاف، صوّت بزاف العالم القروي. والعالم القروي راكم عرفتوه باش صوّت بخنيشات تاع دقيق ومساعدات، وراه شدوا الكاميوات حتى لين كانوا تيوصلوا في الانتخابات اللي فاتوا. وفاش جا الزنزال هادوك الكاميوات تاع هادوك الأحزاب راه ما وصلوش لهادوك المناطق. المهم اللي بنوصّل هو رسالة للشعب. ملي توصل الانتخابات عرفوا على من تتصوتوا. حنا البلاد غادية لقدام وكاينين إصلاحات، ولكن راه باقي خصنا إصلاحات تاع الحكومة، راه باقي خصنا إصلاحات تاع المسؤولين. راه كيف يُعقل مسؤول يخاطب الشعب ويقول له غادي نربي المغاربة؟ فعلًا أنت ربيتيهم في هاد الولاية تاعك ودازت، إنه بلا ما نهضروا على أسعار المحروقات. ماشي مع الحرب إيران، قبال الحرب إيران راه حنا كنا من بين أكثر الدول اللي تتخلّص المحروقات. وهذا الشيء اللي تسبب في زيادة الأسعار وتسبب في التضخم اللي وقع في البلاد، وتسبب بزاف د الحوايج وغلاء الأعلاف وغلاء الخضار والأسماك. عقلتوا الأزمة تاع السردين راه داز رمضان شفتوا السردين شحال كان تيسوا. إذًا التغيير تيبدا من المواطن. المواطن إلا بيبدل راسو هو الأول ويقلّب على مصلحته، والحاجة اللي ما سالكاش ما يشريهاش، يتنازل عليها. حيت إلا ما عيّيتيش راه ما غاديش تموت. كاينين الدراري الصغار وكاين سميتو، ولكن راه لا إله إلا الله لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. هذه سنة كنتيتي عليها ديرها، ما كنتيش عليها ما ديرهاش. دونك الإخوان فيديو درتو فقط باش نتشارك معكم وجهة النظر تاعي للتذكير. هاد القناة هادي راه مرة تنرمي فيها فيديو لأنه مفعلة وواصلة للعدد المطلوب تاع لي زابوني. ولكن أنا ما تنسعاش الربح من هاد القناة. أنا فقط مرة فاش نتوحش نهضر بالدارجة ولا نخرّج شي حاجة عندي لداخل مريضة تنتشى نهضر بالدارجة تندخل تندير شي فيديو. الهدف تاعي ماشي هو الربح من هاد القناة. هاد القناة مقصّر فيها مع راسي. نضحك مع خوتي بعض الخطرات تيكتبوا لنا كومونتير. لا الكومونتيرات أنه ما عنديش شي قناة كبيرة فهمتي، تقريبا شي 4000 أبوني. ماشي شي قناة اللي كبيرة. دونك الإخوان شكرًا. الناس اللي غادي يشوفوا الفيديو، شكرًا الناس اللي غادي ما نكذب عليكم أنا ما تنطلبش الدعم د القناة. شكرًا للعائلة هاد 4000 تقريبًا 4000 وشي حاجة اللي عندي د الإخوان اللي تيتشاركوا معنا، منهم الناس في المغرب، منهم الإخوان في الجالية في إيطاليا، في فرنسا، في إسبانيا اللي تيطلعوا باش نشوف لي statistic تاع القناة. فتلقى كاينين إخوان في الطاليان، كاينين إخوان في فرنسا، كاينين إخوان في سبليون، في ألمانيا اللي تيتبعوا القناة.
هذا شرف. ناس حنا مجرد ناس مغربين فاش نتشهى نهضر بالدارجة ونهضر مع ولاد بلادي ونتوجه لولاد بلادي فتندير فيديو. هذا هو هذا هو المهم. دونك الإخوان شكرًا لكم على المتابعة، وكي قلت لكم هذا العيد الكبير غادي يبقى واحد النقطة سوداء في تاريخ هذه الحكومة هذه اللي دازت، سوا مشات سوا كملات فتبقى واحد النقطة سوداء في التاريخ تاعهم. دونك شكرًا لكم. إلا كنتم حابين نبقاو على تواصل ونديروا فيديوهات ديما فخليو لينا كومونتير كي شفتوا. انا حتى راسي ما حابش نتعرف ولا نتشهر، ففقط دردشه مع الاخوان، نشاط. دونك خوتي شكرا. وإلا كنتو بيتو نبداو نديرو فيديوهات يوميا فمرحبا الاخوان. شكرا لكم كاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى لقاء آخر.